الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، خلقنا فسوانا ومن علينا وهدانا وبلغنا رمضان وعافانا، وعلى الصيام والقيام أعاننا وقوانا. اللهم لك الحمد أكمله، ولك الثناء أجمله، ولك القول أبلغه، ولك الجلال أعظمه، ولك العلم أحكمه، ولك السلطان أقومه. لك الحمد ربنا بما خلقتنا، لك الحمد بما فرجت عنا، بسطت رزقنا وأظهرت أمننا، وكبت عدونا وجمعت فرقتنا. ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك كثيرا، ولك الشكر على ذلك كثيرا. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. لك الحمد على الصيام، لك الحمد على القيام، لك الحمد على الختام، لك الحمد على تلاوة القرآن. لك الحمد السرمد حمدا لا يحصيه عدد. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، لك الشكر على ما أعطيت. أستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا
إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. ونسألك اللهم الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت. ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك. نحب بحبك من يحبك ونعادي بمعاداتك من يعاديك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرد غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأراضين ودرج، والحمد لله. الحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. إلهنا وخالقنا وسيدنا ومولانا، يا من أظهر الجميل، يا من ستر القبيح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا من وسعت رحمته كل شيء وعم فضله كل حي، يا
السيرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا إلهنا ومولانا. رفعنا أكف الضراعة إليك، رفعنا أكف الضراعة إليك. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين. من لنا إذا طردتنا ومن يقربنا إذا أبعدتنا. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. إن أجسادنا على النار لا تقوى، اللهم فلا تشوي خلقنا بالنار، اللهم فلا تعذبنا بالنار. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واستجب لدعائنا. اللهم تقبل صيامنا في رمضان وأدخلنا من باب الريان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وحرمت على النار جسده وعظامه وغفرت له زلاته وآثامه وأمنته الروع يوم القيامة. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في حياة رغيدة. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه. وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة في باقينا واجعل الموعد جنات النعيم، واجعل الموعد جنات النعيم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم إنهم أكرمونا فأكرمهم، وأحسنوا إلينا فأحسن إليهم، وأعطونا فأعطهم، ورحمونا فارحمهم. اللهم ابسط لهم العافية يا رب العالمين، وأطل في عمرهم على طاعتك. اللهم من كان منهم ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات، اللهم أنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم وارحم موتى المسلمين، اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم إذا أبصرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان من الذنوب والخطايا والعصيان. ربنا ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك، لكنك ربنا الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم لا تؤاخذنا بما فعلنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.
وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لكل واحد منا مسألة، اللهم فبلغنا مسألتنا، اللهم بلغنا غاياتنا، اللهم وأعطنا آمالنا يا أكرم الأكرمين. ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا. قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. ربنا هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.